مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم سنكشف لكم سرا مهما لكل محبي تربية الكناري. تفرق بين الذكر والأنثى بطريقة علمية مع فضح أشهر الأخطاء الشائعة. فهل تعتمدون على لون الطائر أم شكله؟ الإجابة قد تفاجئكم، فابقوا معنا. أولا، الكثيرون يعتمدون على هذه الطرق الخاطئة للتمييز. اللون لا يعتمد عليه، فبعض الإناث تكون ملونة كالذكور. الحجم ليس دقيقا، فالذكر قد يكون صغيرا. شكل الرأس خرافة، أن الذكر رأسه مسطح. كل هذه الطرق قد تخدع. عن الطريقة الصحيحة لمعرفة جنس الكناري، فالتمييز الحقيقي يعتمد على 3 علامات علمية. التغريد: الذكر فقط يغرد بطول ولحن معقد، الأنثى تصدر أصواتا قصيرة تشبه تك. المنطقة التناسلية تحت الذيل في موسم التكاثر تكون بارزة ومستديرة عند الذكر ومسطحة عند الأنثى، وسوف أظهر لكم صورة توضح ذلك. السلوك: الذكر يرقص ويغرد ويفرد جناحيه لجذب الأنثى، بينما الأنثى صامتة. ثالثا، سوف أقدم لكم بعض النصائح العلمية لضمان النتيجة. راقب الطائر 3 أيام لسماع تغريده. استخدم مصباحا ساطعا لفحص المنطقة التناسلية برفق، حذاري لأنها حساسة جدا. استخدم مصباحا لذلك لكي ترى جيدا، أو استشر خبيرا أو صديقا لك معتاد على هذه المنوال إذا كنت مبتدئا وليس لك أي سوابق مع هذه الطيور. في الأخير هناك تحذير: لا تضغط على بطن الطائر أبدا لفحص جنسه، لأن ذلك قد يتسبب في عواقب وخيمة وأمراض قاتلة. الآن أصبحتم خبراء في تمييز جنس الكناري. إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وشاركونا في التعليقات ما أغرب طريقة سمعتموها للتمييز بين الذكر والأنثى. إلى اللقاء.